بعد ما جنود الفضاء فشلوا في كل محاولاتهم، قرروا يلعبوا بآخر ورقة معاهم، ورقة الدمار الشامل. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. من سفنهم العملاقة اللي في الفضاء بعتوا إشارة استغاثة لحلفائهم الأقدم والأقوى، الآليين العمالقة حراس المجرة القدامى اللي بيصحوا بس لما يكون في خطر على نظام الكون. وصلوا لسما مصر في صمت رهيب، كأنهم جبال من المعدن بتتحرك بين السحاب. المرة دي ما كانش فيه جيوش ولا أسلحة ليزر، دي كانت قوة خالصة هدفها محو الحضارة المصرية من الوجود. الآليين بدأوا يتقدموا ناحية الأهرامات، كل خطوة ليهم كانت بتمحي أثر للحياة على الأرض. الجيش المصري بكل بسالته كان مجرد نمل قدام العمالقة دول. فرعون والكهنة شافوا النهاية بعينيهم وعرفوا إن دي معركة خسرانة من قبل ما تبدأ. لكن في وسط اليأس ده، الكاهن الأكبر بص للهرم الأكبر وقال إن الهرم نفسه هو السلاح الأخير. الأهرامات ما كانتش مجرد مقابر ولا محطات طاقة، دي كانت آلية دفاعية عملاقة نايمة